لو سالت اي اهلاوي ايه اصعب فتره بتعدي عليك وانت بتشجع النادي الاهلي، هيقول لك فتره الانتقالات، سواء في الصيف او في الشتاء. اكتر فتره الجماهير الاهلي بتسمع اخبار لعيبه جت ولاعيبه راحت ولاعيبه الاهلي بيتعاقد معاه، والمفاوضات اتعقدت وخلاص الاهلي هيتعاقد مع فلان. ولكن في الاخر ما بتعرفش تعوض اللعيبه اللي بتمشي. النادي الاهلي مشي منه محمد عبد المنعم ما عرفتش تعوضه، مشي منه اسامه ابو علي ما عرفتش تعوضه، ولحد دلوقتي النادي الاهلي النهارده 22 يناير والنادي الاهلي ما عرفش يجيب لسه لحد دلوقتي مهاجم. كل ما يروحوا لصفقه بتفشل. الانديه بتطلب فلوس اكتر، اللعيبه اللي مش عايزه تيجي تلعب في افريقيا، الدنيا بتتعقد. فانا الموقف بتاع المهاجم ده يعني ده اهم حاجه بالنسبه لي. يعني النادي الاهلي تعاقد مع لعيبه في الميركاتو بتاع الشتوي وهتفيد ان شاء الله الفريق، لكن المهاجم انت من غير المهاجم ما بتعملش حاجه. وجرادي شار طبعا ومحمد شريف اثبتوا فشلهم في النادي الاهلي، خلاص ما بقاش في، مش هينفع تكمل بيهم افريقيا ولا تنفع تكمل بيهم الدوري. خصوصا ان منافسات الدوري السنه دي صعبه، منافسات الدوري السنه دي صعبه وانت ضيعت نقط كتير. فربنا يسهل ان شاء الله والنادي الاهلي يقدر يتعاقد مع المهاجم